طيب يلا بينا نكمل يا شباب. آه دلوقتي احنا مطلوب مننا نعمل السين ده. اللي يهمنا في السين ده يا شباب ان احنا نعرف نطلع الريندر كلين وما نطلعوش بشكل مثلا مش واقعي. اكيد هسيب لكم يعني امثله دلوقتي في الفيديو، يا رب ما انساش بس وانا بمنتج ونعرف نطلع الريندر كلين زي ده كده ويكون شكله كويس. فدلوقتي اول حاجه احنا خلصنا ده، عايزين بقى ان احنا نبدا نعمل السين بتاعنا. طيب فاحنا المفروض دلوقتي ان احنا هنرتب الكوليكشن بتاعنا. اول حاجه ده هنيجي نحطه في كوليكشن اسمه ريفرنس وهنخفيه، وهنيجي ناخد ده كده نعمل له دوبليكيت وندوس ام، نعمل نيو كوليكشن ونسميه سبير. هنعين ده معانا احتياطي قبل ما نبدأ نعدل في الموديل بتاعنا. هنيجي هنا وهنجيب كيوب وهنخلي ارتفاعه 10 سنتي، هتكتب 10 cm. ناخد ده كده ونصغره، صغر صغر، ونروح هنا هنلاقيه بقى حوالي 10 سنتي كده. ايوه وندوس هوم. طيب دلوقتي هنلاحظ ان التمساح بتاعنا اختفى. طيب ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان احنا مكناش عاملين له بيرنت اصلا. بدل بقى ما نجيب الريفرنس نرجع نحطه في المكان، بس هندوس كنترول زد كده عادي خالص، وهنطلع هنا وهنعمل له بيرنت، وننزل ناخد الاخ ده تاني نعمل له سكيل. بس كده، بس كده اهو. هندوس هوم تاني. دلوقتي احنا عندنا الازازة بتاعتنا وعايزين نوصل للسين اللي على اليمين ده. تعال نشوف كده الملحوظات بتاعتنا في السين. اول حاجة ان احنا حوالينا رمل كتير، ورانا زي كثبان رملية، تحتينا مية، وورانا خلفية لونها ابيض. نسأل بعض دلوقتي المفروض نبدأ بايه، فخليكم فاكرين الخطوات دي كويس. اول حاجة احنا عملنا سبير ووصلنا المنتج للحجم الاصلي. تاني حاجة معانا هي ان احنا هنعمل اهم حاجة في المشهد الا وهي الكاميرا. هنيجي هنا وهنضيف كاميرا. فين هات كاميرا. في ايه؟ هنضيفنا سبيكر. هات كاميرا. ايوه. وهنلغي الروتيشن كله، نخلي 90 في الاكس، وهنصغر الكاميرا الجميلة بتاعتنا دي وهنرجعها شوية لورا. هنضيف امتي عشان يبقى كنترولر للكاميرا بتاعتنا، ونعمل لهم بيرنت. ناخد دي نرفعها شوية في نص المنتج. جميل قوي. هنشد ده، هنشيل القايمة دي بN، نشيل القايمة دي بT، وهندوس زيرو عشان نقف في الكاميرا. أول حاجة الحدود دي احنا عايزين نلغيها، فهندوس على الكاميرا ونيجي الكاميرا بروبرتيز هنا، و فيو بورد ديسبلاي دي هتكون مقفولة، تضغط عليها وهتعمل باسبورت اوت بواحد. تاني حاجة نحط المشهد قدامنا ونشوف. شايفين الاوبجكت كان قريب قوي من الفريم ازاي؟ ده معناه ان احنا عايزين نقرب الكاميرا بتاعتنا شوية، فهنقرب شوية كده. تاني حاجة احنا عندنا الفوكال لينس 50، هنا ده 57. لو مش عارف تعرف ازاي، هو انت بتعرف عامة من الشكل كده، لكن وانا اللي كنت عامل المشهد ده فانا عارف الفوكال لينس بتاعه. لكن لو انت عايز تعرف اي مشهد الفوكال لينس بتاعه ايه، فانت ممكن تاخد الصورة وتدخلها على اي واسأله، هو هيقولك. عايزين نبعد كمان سنة، بس كده. عايزين نرفع الكاميرا شوية عن الارض، ونرفع ده كمان شوية عن الارض. جميل قوي. هنرفع بقى الكاميرا احنا كمان شوية، بس كده، عشان هو طاير عن الارض اصلا شوية، واحنا عايزين الارض تبقى هي الزيرو يعني. طيب جميل، حتى الان كله تمام. هنروح بقى للشيدنج تاب ونحاول نعمل الارض الجميلة دي. احنا ممكن نعملها هنا، بس انا عايز اعملها هناك عشان نبقى فاتحين وشايفين في الاضاءة وكده. اول ما ندخل الشيدنج تاب هنيجي هنا وهنخليها 3D view board وندوس زيرو. هنيجي هنا وندوس هوم. اول حاجة احنا عايزين نعملها هي ان احنا نضيف ارض. طيب الارض بتاعتنا هنا شبه الكثبان الرملية، فاحنا هنيجي وهنجيب بلين. بس اكيد مش هنمشي نقعد نلعب في البلين بايدينا كل ده. عندك في بلندر في ادون بيعمل لك اللاندسكيبس دي، ومجاني وموجود في بلندر اصلا. هتدخل الايديت بريفرنسز واسمه اي ان تي لاندسكيب، تكتب اي ان تي او ايه، او اكتب لاندسكيب على طول. لاندسكيب هيظهر لك، تفعله او من جيت اكستنشنز لو مش ظاهر لك في الادونز.
بس هتيجي هنا دوس شيفت ايه، تعمل لاندسكيب، هيظهر لك ده الديفولت، مش عايزينه. تضغط هنا وهتختار، ابعد دي شويه، هتختار دونز. طيب دونز اللي هي الكثبان الرمليه دي، عشان بقى تكبرها وتعمل لها اكستند شويه، هتيجي هنا ودي بدل ما هي 2 تخليها 3 مثلا. بنكبرها شويه اهو. تعرف تزود من هنا التفاصيل، تزودها من هنا، بس انا شايف دي مناسبه جدا لان هي هتحط في الخلفيه. وفي هنا شويه حاجات كتير تقدر تلعب فيهم يعني. بس هنصغر دي خالص ونوديها بس ورا كده شويه، نكبرها سنه تاني. بس كده حلو قوي. نكبرها شويه في الزد، ممكن نلفها شويه 180 درجه مثلا لو عايزين الحته العاليه اللي تبقى على الشمال، او نسيبها على اليمين، مفيش مانع. احنا عملنا الجزء اللي ورا، ناقصنا ايه؟ ناقصنا الجزء اللي في الجنب ده. فهنصغر البلين ده شويه، بس نخليه على قد كده جميل. ونصغره برضو من هنا شويه، بس على قد برضو كويس. وهنعمل له ابلاي سكيل، حدده، نعمل ابلاي سكيل. هنضيف لوب كات كده ولوب كات كده، ونختار كله ونعمل سب ديفايد. وهنخليه مثلا 40. 40 كتير، هنخليه 30. 30 حلوة جميلة. بس كده هنيجي هنا وهنفعل proportional editing، ممكن ميبقاش متفعل، هدوس O أو تفعله من فوق هنا. وهتيجي تختار اللي في الجنب هنا وتعمل كده تفعل. طبعا دي بتحركها الدايرة دي بتحركها من السكرول بتاع الماوس، فترفع معاك دول براحتك. بس كده بالزد اهي، بالاكس شوية. هنلاحظ ان في حد كده احنا مش عايزينه، فالحدود دي نتخلص منها بان احنا نيجي هنا برضو ونلحمهم بس ببعض كده. بس اه كده كويس قوي. برضو ده ننزله كده شوية يبقى كله ملحوم في بعضه. طيب هنا هنديله شيد سموز، وهندي سب ديفيجن. هنا هندي سب ديفيجن برضو وشيد سموث. بس كده. طيب ناقصنا المية، هنعمل مية ازاي؟ تيجي وتضيف بلين عادي خالص اهو، وسكيل في الواي. بس طيب شايف كده؟ دي المية. عايزين بقى نوضحها اكتر، هنيجي على نفس البلين اللي تحت ده، واي حاجة من الحاجات دي هننزلها تحت. بس احنا عايزين ننزل على قد ما تقدر عشان ما يحصلش اوفرلاب ما بينهم. بس كده. هنا ممكن نرفع دي بس سنة، مش عايزين المية للدرجة دي. واللي احنا رافعينه من هنا ده ممكن ننزله، ننزل على قد ما نقدر، ننزل على قد ما نقدر. بس كده. دي مية احنا لا مش عايزين كده. ثانية واحدة. طيب يعني إلى حد ما. طب احنا هناخد ده كده شوية وهنضمه على ده. بس كده حلو قوي. ودي المية معانا. بس طيب احنا انا حاسس ان انا مفيش تفاصيل كتير قوي يعني، فعايزين نظبط التفاصيل دي شوية. هناخد كده بقى، اقعد مثلا ايه، اقعد زود دي، تعالى على دي وارفعها شوية، تعالى على دي وارفعها، عشان الشط يبقى مموج معاك كده بس. ودي المية ما كانتش عندنا في الريفرنس داخلة كده. هنروح بس ايه، نيجي الناحية دي وهنرفع ده شوية وده كمان شوية. بس لا، حاسس ان لا المية محتاجة تنزل شوية فعلا. بس نزل ده يا سيدي كمان اهو. ارفع يا سيدي ده. انت بتظبطها يعني على حسب ما انت شايف. طيب لو شايفين احنا عندنا الجيومتري دي داخلة شوية على المية، احنا عندنا في الريفرنس مش كده. فاحنا
احنا هناخدها بالمية ونسحبها شمال شوية بس كده، وهنيجي من هنا وننزل دي لا، من هنا كده وننزل دي شوية بس كده، او لا، تعالى اختار الشوية دول بس. حلو اوي كده، جميل. هنقف بقى في الريندر وهنفعل السين وورلد. طيب، اول حاجة احنا محتاجين نضيف رمل لده، فهتيجي هنا في الماتيريالز وتبحث عن ريبلد ساند. هتلاقي حاجة من الحاجات دي، حاجة زي دي مثلا كده كويسة، بس انا عندي ماتيريال كويسة هستخدمها. هتلاقوها اونلاين، كانت موجودة على كويكسل بريدج، اكيد مرفوعة دلوقتي على فاب او حاجة، وهحاول اسيبها لكم ان شاء الله. هنيجي نعمل هنا ماتيريال نسميها ريبلد ساند، وهنيجي هنا وندوس كنترول شيفت تي. ده هيفتح معايا الماتيريال واقول لكم ازاي دلوقتي نستخدمها. هنقف من هنا وندوس شيفت ونختار اخر واحدة، وكده هيعمل لها المابس بتاعتها اهي. هي دي الماب بتاعتنا. طيب زي ما انتم شايفين المنظر ما يسرش الناظرين خالص. طيب هنعمل ايه؟ اول ملحوظة عندنا ان الرمل بتاعنا هنا في الريفرنس ملوش لون، فاول حاجة هنيجي نشيلها، هنيجي نحط هيو ساتوريشن عشان نشيل اللون، وهنلغي اللون خالص بقى ابيض اهو. تاني حاجة نلاحظها ان عندنا هنا ديسبليسمنت هنقللها خالص، هنخليها 0.001. والنورمال ماب بتاعتنا محتاجين نخلي ده ب10 مثلا عشان نزود ونبين التفاصيل. طيب التفاصيل هنا كبيرة قوي، انا عايز اصغرها، فهنخلي هنا السكيل مثلا ليكن ب5. والله جميل، شايفين؟ بس كده 5 حلو. نفس الكلام هنطبق نفس الماتيريال ورا هنا. طيب هي هنا مش ظاهرة. طيب مش ظاهرة ليه؟ عشان ده ملوش يو في، ما عملنالوش يو في لسه، فهنختاره كده كله وهندوس انراب. شايف لما عملنا انراب ايه اللي حصل؟ طيب هنا التفاصيل زيادة قوي عن اللزوم، محتاجين نقللها، فهنيجي ونخلي السكيل ب1 عادي. لا بس شوف احنا غيرنا في كله، عايزين دي ماتيريال ليها لوحدها، نيجي نعمل لها كوبي وهنغير ماتيريال واحدة بس. ايوه كده. والديسبيسمنت ممكن نرجعها 1 تاني بس كده يعني. ماشي. طيب المية محتاجين يعني الأول هندوس هوم بس كده، لو عندك مشكلة الزوم مش عارف تزوم هتدوس هوم هتتظبط. طيب المية دلوقتي محتاجين نعمل مية، فهنيجي هنا ووتر، هندوس هوم. لو برضو مش لاقي النودز بتاعتك بتدوس هوم بتلاقيها. هنلغي البرنسبل بي اس ديف ونجيب جلاس بي اس ديف ونحطه كده، خلي دي ب1.33 والرفنس ب0.1 مثلا، أو لأ 0.05 مثلا. حلو قوي. طيب عايزين دلوقتي نعمل المية، فهنعمل ايه؟ هنحط لوب كات كده ونعمل سب ديفايد، هنخليها 50 حلوة، 60 كويس قوي، ونعمل ابلاي سكيل. طيب لما بنعوز نعمل مية بنعمل ايه يا شباب؟ بتيجي هنا للموديفايرز وبتضيف ديسبليس موديفاير. شايف البلين راح فين؟ ده ليه؟ ده عشان ما ضفناش تكتشر لسه، فبتدوس نيو وبتروح للتكتشر. هتلاقي هنا نوع التكتشر بتاعتك، بلندر فيه انواع كتير، فانت هتختار كلاودز، دي اللي بنستخدمها لما بنيجي نعمل ميه. ومحتاجين دي التكتشر، ده السايز بتاعها، محتاجين نقلل السايز بتاعها قوي. كل ما بتقلل كل ما التفاصيل بتزيد. 0.05 كويس. شايف المنظر ده ليه؟ عشان الديسبليسمنت السترينث بتاعته عالية قوي. احنا هنخلي الديسبليسمنت السترينث بتاع 0.001. جميل قوي. المية اهي، بس محتاجة شوية تفاصيل، فهنعمل شيد سموث وهنضيف 2 سب ديفيجن موديفاير. ممكن نضيف حتى سب ديفيجن
قبل الديسبيسمنت يديني كمان شوية تفاصيل. طيب شايف ده مش منظر مية طبيعية، وبالذات المية هي واحد من الحاجات اللي انا كنت عامل التوتوريال ده مخصوص بجد عشانها، عشان للأسف ناس كتير بتعمل مية شكلها وحش قوي. فاحنا عايزين نخلي المية زي دي كده، شايف مستعرضة ازاي وامواج شكلها فعلا كويس. طيب هنعملها ازاي؟ شايفين الديسبيس موديفاير ده؟ في هنا ان انت تقدر تستخدم اوبجكت عشان يتحكم في شكل التكتشر بتاعتك. فهنروح نجيب امتي، فين امتي اهي، وهنصغرها كده شوية، ونجيبها شوية في الاكس، وهنختار ده، ولوكال هنخليه اوبجكت، وهنحدد دي. ده اصلا لما احنا عملنا كده، لما بتيجي تحرك المايه بتاعتك بتتحرك معاك. لو انا دلوقتي عايز اضم المايه دي على بعض، هعمل سكيل في الاكس. شوف كده لما هعمل سكيل في الاكس ايه اللي هيحصل. شايف المايه بقت عامله ازاي؟ طيب وهعمل سكيل في الواي، اضيق كده بس شويه عشان اوسع المايه عن بعض. بس شايف المايه بقت عامله ازاي؟ لو ينفع نقلل السترينث عن كده كمان هنقللها. بس ونروح للتكتشر، هنزود الدبس شويه عشان نزود التفاصيل. وبس كده بقى عندنا ميه. لو احتاجنا نظبط بعد كده نبقى نظبط، بس كده بقت عندنا ميه كويسه جدا. كل ما اتحرك يمين وشمال هتلاقيها بتتحرك. طيب تعالوا بقى نلغي الاضاءه اللي في المشهد عندنا، ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. سين وورلد، ما عادش عندي اي اضاءه خالص. نفس الكلام هنا، لو جيت وقفت في الريندر، بس سين وورلد. طيب انا لو عايز احط اضاءات هعمل ايه؟ مش بروح اجيب سبوت لايت. فين السبوت لايت؟ مش بروح اجيب مثلا سبوت ولا بوينت، مثلا باجي اجيب بوينت واروح احط كده واعمل كده ودوبليكيت واروح احط كده ورا ودوبليكيت. ثانية واحدة بس، ودوبليكيت واقوم رايح جاي كده، واقوم قايل انا عملت 3 بوينت لايت ويا شباب هو ده الريندر بتاعي. لا، انا ما بعملش كده. احنا بنعمل ايه؟ بتجيب بلين، تعمل روتيت في الاكس، خليه واقف كده جميل. بس كده، صغر ده كمان، جيبه كده شوية، وتروح تديله ماتيريال emission. تيجي على برنسبل بيس ديف وتشيله، تحط emission نود. بس كده. شايف ايه اللي بيحصل معايا؟ انا بدأت هنا احط لايت واتحكم فيه براحتي. هنا خليه مثلا ب 13 او ب 11. خلي اللايت بتاعي جريء شوية بس. بص، انت هنا لما حطيت ده، ده بقى شايف ده بقى شبه اللايتس اللي بتتحط في السينما والاعلانات وكده. هي بتبقى في الحقيقة بالمنظر ده. فشوف الخط اللي طالع معايا، طالع معايا خط كويس جميل كده، من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في اللايتنج. طيب اروح اخد واحد، احطه الناحية التانية، دوبليكيت، واخده شيفت زد عشان اتحرك في نفس الاكسس، واحطه الناحية التانية، الفه كده شوية لحد ما حطينا خط تاني اهو. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ده هنا وده هنا. هناخد يا سيدي ده لورا شوية عشان يبقى الناحية دي، ونديله روتيشن. بس عملنا خطين كويسين هنا قوي. ايه تاني ناقصني؟ ان الانفايرومنت دي نفسها تنور. الاول بس هننزل ده كده شوية، وده كده شوية. سكيل يا سيدي الاتنين في الزد شوية. بس خلاص، ناقصني الانفايرومنت دي تنور. طيب هنورها ازاي؟ بص كده، شايف ده؟ احنا نسيناه خالص، الخلفية. تروح تجيب بلين وتطفي الاكس ب90 درجة، وسيبه يا سيدي كبير كده زي ما هو، وروح رجع ده ورا خالص. نروح نجيب اريا لايت وناخدها جنب هناك كده، ننزل تحت شوية، ويدوس شيفت تي، هنبص لفوق. بس كده. طيب ده محتاج يكبر عشان يملى الخلفية، ودي محتاجة اللايت بتاعها يكون جريء حبتين، 150 واط، كبير قوي. فهنقلل السبريد، بس خليه 50.
ننزل ده لتحت كده ايه سنة. بس عرفنا نعمل خلفية شبه دي شوية. روتيت في الاكس بس كده. لسه عايزين ننور الانفايرومنت نفسها، فهناخد ده ونروح ونحطه ورا هنا كده، نعمل له روتيت عشان ننور الحتة دي شوية. بص اخفي نور. بس هناخد ده سكيل في الاكس اكس بتاعه شوية ونتحرك كده. بس نورنا هنا من ورا. ناخد ده دوبليكيت ونوديه الناحية التانية ورا هنا، روتيت كده شوية، سكيل في الاكس اكس بتاعه. بس عملنا كمان هنا وهنا. لو جينا بصينا هنلاقي فيه فعلا واحد هنا وفيه فعلا واحد هنا. طيب حلو قوي. طيب لو جينا بصينا في الريفرنس هنلاقي فيه خط هنا كده. الخط ده مدي واقعية شوية، هنا مفيش. ده بنعمله ازاي؟ ده لما بنيجي هنا بص كده معايا، ده البلين بتاعنا، عايزين نضيف له خط في النص. ممكن نيجي عادي نجيب ويف تكتشر، ويف تكتشر اهي، ونوصلها بالكلر. شايف بقى فيه خطوط كتيرة اهي. على الاول اقف هنا في صفر. بس بقى فيه هنا خطوط كتيرة. ممكن تيجي تقلل السكيل على قد ما تقدر وتضيف color ramp وتكبر ده كده، قلل السكيل. بس قدرنا نعمل خطوط اهي، لكن مش قادرين نتحكم فيها كويس، فنشطب ده كده ونجيب gradient texture، نعمل لها mapping، كنترول تي، وصل emission تاني، هات color ramp، وصل ده بده. بس كده. لما تدخل ده على ده ترجع هنا تعمل لك واحد ابيض تاني، تيجي هنا تعمل واحد اسود تاني. بس كده بقى عندك الخطوط دي. والخطوط دي عندك تظبط شوية في الإضاءة، يعني لما تاخدهم كده الاتنين وتحركهم كده يمين وشمال شوية، تعمل تظبط الخط يبقى فين بالظبط، وتظبط شدة الإضاءة بتاعتك. لو الإضاءة مش عاجباك والله تعليها تاني لو حسيت الخطوط دي قللت معاك الإضاءة، وهكذا. احنا الإزازة عندنا شكلها عالية قوي عن الأرض، عن المية، فاحنا هناخد الكاميرا بالإزازة وننزل شوية. بس كده. حاسس دي ممكن نرجعها لورا شوية، وحاسس دي ممكن ناخدها كده في الواي شوية، ونعمل ابلاي سكيل. بس جي في الواي. بس كده. ناخد دي ننزل لتحت كمان. لا، هنقرب دي شوية تاني. بس كده. حلو. على ما نشوف الدنيا ماشية ازاي هنا. طيب من الحاجات اللي احنا مهم جدا عشان الواقعية بتاعتنا هي الكاميرا، ان احنا بنيجي فيها وبنفعل الدبس اوف فيلد. الدبس اوف فيلد هيخلينا ما نشوفش كل الحاجات دي، وهيخلينا نركز بس على العنصر الاساسي. فهنيجي نضيف امتي، ده امتي اهي، وهنرفعها كده شوية، وهنخلي الدبس اوف فيلد بيفوكس عليها. بس كده. احنا ما عدناش شايفين حاجة خالص، فهنخلي ده ب10 مثلا. حلو. خليه ماشي 11 ونص، كويس. طيب مازال برضو عندنا المنتج. شوف لسه النور ما وصلش زي ده. طب نعمل حاجة زي دي ازاي؟ هنيجي كده ونجيب سبوت لايت، صغر صغر، وهنرفعه شوية لفوق، صغر كمان. هنجيبه كده شوية كده شوية، وهندوس شيفت تي عشان نخلي يبص على المنتج بتاعنا. هنخلي الباور بتاعته عالية، والراديوس بتاعه نزوده سنة، وهنقلل السبوت سايز، وهنيجي نخلي فيه بلندنج شوية. بس. طيب في ملحوظتين عندي دلوقتي. اول حاجة ان هو قريب قوي، هنرفعه شوية ونقلل السبوت سايز. تاني حاجة ان في ظل كتير قوي على المنتج، ودي غلطة عندنا في الموديلنج.
احنا يعني للاسف غلطناها، وهي ان احنا دخلنا دي لجوه جامد قوي. فهنيجي ندوس تاب هنلاقيه متحدد، لو مش حد هتضغط هنا على الفيس ده كنترول بلس بلس، لا مش ظاهر. طب ثانية، هتختار الفيس مود، احنا كنا واقفين على الفيرتكس مود. بس كده كنترول بلس كمان مرة، وتقفل بروبورشنال اديتنج عشان الموديل بتاعك ما يبصش، وجي في الواي شوية لبره لحد ما تضل تحس انه يعني كويس معاك. جي في الواي مش قوي كده بس. هنختار التمساح بتاعنا تاني وهنخرجه بره. بس كده لحد ما المنتج بقى متنور إضاءة حلوة. ولكن في غلطة واحنا بنعمل الشيدنج، لما رحنا جبنا ماتيريال الوافل ما خدناش بالنا ان الرفنس بتاعتها ما زالت رفنس وافل. هنشيل الرفنس وهنخليها زي باقي الإزازة 2/10 عشان تعكس شوية إضاءة. وبس كده. في حاجات محتاجة تتظبط معانا، ممكن نظبطها، زي ان احنا ممكن ناخد ده نلفه 180 درجة. ثانية واحدة، 180 بس. ممكن ناخده شوية كده، او نديله سكيل شوية في الاكس. حلو قوي. ناخد ده شوية وننزله. حلو قوي. ناخد ده شوية وننزله. بس كده. والمية عندنا اهي. طيب، هنيجي هنا للريندر والكالر مانجمنت، هنخليه very high contrast. هيظهر معانا ان هو بقى very high contrast فعلا. آه هنيجي هنا للتمساح ده، عايزين نزود الساتوريشن بتاعه شوية. هنيجي هيو ساتوريشن نود، نحطه ونعلي الساتوريشن بتاعه حبتين، ونقلل الفاليو سنة. جميل قوي. حتى الآن احنا عندنا مية كويسة، إضاءة إلى حد ما كويسة، environment إلى حد ما فعلا برضو كويسة، والخلفية كمان كويسة. طبعا نعرف نزود بقى خدوش، تعرف تزود يعني imperfections كويسة على الإزازة. كل واحد فيكم بقى يورينا إبداعاته. بس احنا كان هدفنا ان احنا نعرف نطلع ريندر لحد ما كلين. تعالوا نرندر ونشوف كده المنظر معانا عامل ازاي. طيب لما هنيجي نشوف الفرق بين الريفرنس واللي احنا عملناه، المية عندنا كتير، عايزين نقللها شوية بس ما زالت شكلها واقعي. اه إضاءة السبوت لايت ممكن نقللها سنة، الإضاءة بتاعتنا برضو ممكن نقللها سنة. اه الأرض هنا أغمق من الأرض عندنا شوية فممكن نقللها، ممكن نغمقها شوية. ولسه بقى الدست بارتكلز والانيميشن. تعالوا نكمل ونشوف. طيب عشان نخفف الإضاءة اللي كانت هنا كده، فهي دي اللي بتأثر عليها. طيب هنعمل ايه؟ محتاجين نزود الحتة السوداء اللي فيها دي، فهنعمل كوبي، نبقى عارفين ده هنا كده. وهناخد ده نسحبه الناحية دي أكتر. بس كده حلو. تعالوا نظبط المية شوية. هنيجي هنا ناخد الام تي دي بتاعتنا، وهنعمل لها سكيل في الواي، نصغر سنة سنة بسنة. يعني سكيل في سكيل في الاكس، صغر صغر صغر. يعني حلو قوي. كويسة. المية عندنا فيها تفاصيل اكتر. لو انت حابب ان انت تقلل التفاصيل دي، هتيجي هنا وتروح للسب ديفيجن، وتشيل السب ديفيجن اللي قبل الديسبليس موديفاير. تلاقي المية بتاعتنا بدأت تظبط شوية. ممكن نديلها سكيل في الزد شوية. لو انت عايز تكبرها تديلها سكيل في الزد. حلو. وثانية نرجع سكيل في الاكس شوية كمان. بس كده حلو قوي. وبس ده منظر المية اللي عندنا. احنا نعرف نظبط وندي تحسينات لحاجات كتير جدا. تعالوا بقى نعمل انيميشن بتاعنا. نروح لانيميشن، ندوس زيرو، وتعالوا نعمل الانيميشن. انا عايزكم تكتبوا القاعدة دي ورايا.
اكتبها في كراسة، علقها في نوت قدام الكمبيوتر بتاعك على الشاشة، يعني اقلب الدنيا. بس خليك عارف قاعدة مهمة قوي في الانيميشن: اي حاجة عندك ينفع تتحرك لازم تحرك. خلي دي معلومة 100% عندك في الانيميشن. اي حاجة ينفع تتحرك لازم تتحرك. يعني ايه؟ دلوقتي اول حاجة دي مية، فاحنا عايزينها تتحرك. فاول حاجة احنا هنيجي هنا عند فريم صفر وهنعمل كي فريم. بندوس اي عشان نعمل كي فريم. وهنروح، احنا هنخلي ده 5 ثواني بس، فيعني 150 فريم. هنروح لعند 160 كده وهنحركه سنة يمين، وهنحط كي فريم. هندوس كنترول تاب ونعمل نورماليز، وهنحول ده كده للينير. طيب هنبص كده على منظر المية. احنا مش هناخد بالنا من اي حاجة، ممكن نشيل الدينويز. برضو مش هناخد بالنا من حاجة. هنبقى نعمل ريندر بسيط كده ونشوف المية بتتحرك فيه ازاي. بس يعني اظن هي الى حد ما كويسة. ممكن حتى نبطئها شوية، فناخد ده نسحبه كده شوية عادي. طيب تاني حاجة محتاجينها تتحرك معانا، هي احنا هنا في زيرو. الكاميرا هناخد كي فريم للسكيل، وناخد ده كده نجيبه هنا في الآخر. ونيجي في الأول هنبعد بس كده سنة لحد هنا، وهنحط كي فريم للسكيل تاني، وهندوس تاب وهنخليه لينير عادي. بس جميل قوي. هناخد ده محتاجين نظبطه شوية. بصوا عندنا المية لحد ما كويسة، وده بيتحرك اهو لقدام، جميل قوي. اول حاجة عايزين ده يترفع معانا لفوق. ده اول فريم في الانيميشن بتاعنا كان بالمنظر ده. عايزين ناخد ده روتيت في الاكس شوية، روتيت واي شوية، نرفع كده. بس حلو قوي. طيب ونرجعه لمكانه الاصلي؟ لا، ما بنعملش كده، بنرجع تاني وبندي كي فريم لللوكيشن والروتيشن، وناخده نجيبه في الاخر هنا. بعد كده نلعب براحتنا بقى. يعني هنرفع ده شوية، روتيت كده شوية، روتيت في الاكس اكس كده شوية، لوكيشن روتيشن. وهنظبط ده كده شوية، يعني مثلا هنخليه في الأول سريع بس في الآخر بيبطأ. حلو قوي. هنبص عليه في الريندر فيو عامل ازاي. طيب احنا خدنا بالنا دلوقتي من حاجة: لما رفعنا النور طلع يعني خابط جدا فوق، وده من السبوت لايت. ولو بصينا في الانيميشن الاصلي بتاعنا هنلاقي السبوت لايت واخد نص بس ده. فاحنا ممكن بس نجيب السبوت لايت كده سنة. ايوه كده كويس. ونقلل السبوت لايت، نخليه 350 مثلا، 300. والبلند بتاعه هنقلله حبة بصراحة. بس كده. بس هناخد ده نسحبه يمين شوية. بس كده. لا، هنسيبه شوية في مكانه ونطول دول. خد دول كده معاك، طولهم شوية هنا. بس كده. طيب لحد ما عملنا انيميشن جميل مش وحش. تعالوا بقى نعمل حاجات بتفرق في الريندر شوية. اول حاجة هو ان البيئة اللي قدامنا دي ما فيهاش فوليوم، لكن في الحقيقة اي حاجة قدامنا بيبقى فيها ليها حجم معين زي الهواء اللي قدامنا. ده بيدي شوية انكسارات برضو للضوء. فهنيجي هنجيب كيوب. كيوب اهو. صغره يا سيدي شوية، هاته كده شوية. هنروح هنا للماتيريال،
والسيرفس هنشيل ريموف، هنعمل ريموف. وفوليوم نيجي نعمل له فوليوم سكاتر، هنلاقي ادانا فوليوم اهو، نخليه 0.01. مش هتحس بالتأثير قوي ولكن التأثير موجود. وعشان نشوف براحتنا فبنيجي هنا للأوبجكت ونروح للفيو بورد ديسبلاي، ونيجي هنا نخليها باوند. فكده نظبط ده بس كده شويتين وبس، بقى عندنا ضغط في الهواء. ممكن ده نيجي هنا نخليه 0.08 مثلا، هيزيد معانا الضغط شوية. نخليه 0.06. ماشي كويس. ناقصنا حاجة كمان وهي الفاير فلايز اللي كانت هنا دي، محتاجين نحطها. فهنيجي هنجيب كيوب برضو، والكيوب هنيجي نروح نخليه يظهر باوندز برضو. وهنروح نعمل دلوقتي بارتكل سيستم. طيب بص كده معايا، هنيجي البارتكل سيستم وهنضيف بارتكل سيستم. اول حاجة ده ايميتر، يعني هو اللي بيطلع لنا الحاجة. فعايزين نقول له السورس احنا عايزينه يطلع من الفوليوم بتاعه، من حجمه. ده رقم واحد. رجع لي ده كده ورا خالص. عايزينه يعني يمت من حجمه. عايزينه يبدأ الإميشن امتى، نخليها -2. وينتهي امتى -2 برضو، يعني يطلع كله في نفس الوقت. خليهم 500 بس. واللايف تايم بتاعهم طول البتاع هنخليه مثلا 200، يعني يعدي كمان. اللايف راندومايزيشن نخليه لايف تايم راندومايزيشن نعليه شوية بس كده. الجيترنج اماونت هنزودها شوية. وهنروح لرندر دي عشان نعمل الفاير فلاي نفسها. الأول هنروح نجيب ايكوسفير صغيرة، أو لأ، تروح تضيفها من الأول. وعايزين نقلل كمان، خليها واحد بس سب ديفيجن. قلل، هاتها شوية في الإكس، قلل كمان صغر، اديلها ابلاي سكيل، واديلها شيد سموث. وهنروح تاني للبارتكل سيستم بتاعنا، ونروح لرندر وهنختار اوبجكت، وهنختار الايكوسفير بتاعتنا. شايف ده كده بقى عندنا الفاير فلايز اهي قدامنا. طيب احنا لسه مش شايفين هنا، ده بسبب ده ان احنا مش عايزينه يظهر. فهنروح لشو ايميتر نلغيها. دي بنلاقيها فين؟ بنلاقيها في رندر شو ايميتر، بنلغيه. وفي الفيو بورد ديسبلاي شو ايميتر بنلغيه. طيب ما زلنا مش شايفين الفاير فلايز دي، فهنيجي نختار الأصلية، مش عارف راحت فين اهي. ونديلها ماتيريال. الماتيريال بتاعتها هتبقى emission، وهتبقى السترنس بتاعها ب10 مثلا اهو. لا، هنخلي السترنس بتاعها 3 بس كده. حلو قوي. وهنجرب نعمل بيك ونشوف منظرهم هيبقى عامل ازاي. هنيجي الكاش ونعمل بيك. طب هو عمل بيك 150 فريم بس اللي هم دول، تمام. طيب هما بيقعوا. طيب بيقعوا ليه؟ عشان في جرافيتي. نشيل البيك وهننزل للفيلد ويتس وهندي صفر الجرافيتي كده. هنرجع نعمل بيك تاني. هنلاحظ ان هما بيبعدوا عن بعض. ده بسبب ايه؟ لما تنزل هنا الفيلوسيتي هتلاقي، بص كده، الغي البيك. الفيلوسيتي بتاعتنا 1 متر على الثانية. لا، خليها بصفر واعمل بيك تاني وشوف، هتلاقيهم ثابتين مكانهم. لا، يبقى احنا كده عايزين نظبط في الفيلوسيتي بقى. طالما هي اللي بتتحكم يبقى عايزين نظبط فيها شوية. فاحنا هنخلي نورمال دي هنخليها 0.1 ونجرب. هنلاقيهم اهو وبيبعدوا عن بعض. احنا مش عايزين قوي برضو كده، فاحنا ممكن نرجع وخليها 0.05. وبرضو دي نخليها 0.01 مثلا عشان ما يبقاش في النورمال بس كده. وبقى عندنا فاير فلايز جميلة اهي. ممكن نيجي هنا للبارتكل سيستم برضو ونروح للرندر. فين رندر اهي. وبص كده معايا،
احنا اولا عايزين نعمل راندومايزيشن للسكيل اهو، وعايزين نكبر السكيل ده شوية بس، وبس كده. بقى عندنا فاير فلايز جميلة محليالنا المشهد، وبقى عندنا انيميشن جميل ومشهد ولا اروع. طيب دلوقتي بما انكم شفتوا احنا عملنا المشهد ده ازاي، انا بس حابة اتكلم معاكم كلمتين. دلوقتي وانا بشرح انا مش بشرح، انا واخدك معايا في البروسيس وكأنك قاعد جنبي على الكرسي اللي جنبي وبوريك ازاي نعمل حاجة زي دي. مش بشرح لك ان انت تقلدني بالظبط ولا اي حاجة، ولكن انت لو ما طلعتش نتيجة زي دي او احسن يبقى انت غلطان. يعني لو لقيت حد فيكو جايب المية وعاملها بالمنظر ده مثلا، ثانية واحدة، عاملها بالمنظر ده وبيقول لي دي اسمها مية، يبقى هو غلطان. يبقى انت كده اكيد مفيش عميل هيجي لك يقول لك انا عايز مية بالمنظر ده. لو جيت لقيت حد فيكو آه الارض دي عاملها لي بنفس المنظر برضو كده يقول لي دي رمل، لا، يعني ده غلط كبير قوي. واكيد مش مستني حد فيكو ان هو يجي لي بغلطة زي دي. لو جيت لقيت حد فيكو عامل لي الاضاءة كده وبيقول لي دي اضاءة، لا. لو لقيت حد جاي لي بيقول لي خلاص هي دي الاضاءة بتاعتي، اتفضل يا سيدي، هي دي الاضاءة بتاعتي كده خلاص. او يقوم رايح يقول لي اصلا عاملها 3 بوينت لايت وما اعرفش ايه، لا. الكلام ده بقى ما يرضيش ربنا بصراحة. يعني احنا بنحاول سوا نحل المشاكل اللي عندنا عادي، انا عمال اتعلم معاك واحنا شغالين عادي. فلا في ملحوظات كده، يعني انت بتكون شاطر قوي، شاطر جدا، وبتعمل غلطة خايبة بتخلي الريندر بتاعك فعلا شكله وحش. طيب دلوقتي بعد ما هنعمل ريندر في خطوة اسمها كومبوزيشن، تعالوا نعملها سوا. هتعمل ريندر لفريم اللي عندك، بعدها تروح للكومبوستنج تلاقيها فوق، تعمل يوز نودز وهتضغط كده. انا ما كملتش ريندر، تعالوا نرندر تاني. هنيجي هنا، لما بنحب نبعد هنا بندوس في، ولو حابب تتحكم في الفيو بشكل احسن هنا هتلاقي اهو، تعرف تعمل زوم وتتحرك. طيب ده الفيور نود، اي حاجه هتحطها هنا تظهر لك في الفيور. فاحنا ممكن نيجي نحط حاجه اسمها جلير. بص الجلير ده هي في اي نقطه شمس بتلاقي اي حاجه معدنيه الشمس خبطها كده تلاقي في نقط بتبرق كده يعني بريق. فهنيجي نعملها هاي، كل ما بتعلي التريش هولد كل ما الجلير بيقل كده، الجلير عمال يقل يقل يقل. طيب لا احنا عايزينه مثلا 5، يبقى لسه في شوية جلير اهو. وهنعمل كده، الأول هنعلي الاتريشنز وهنعلي الستريكس، و5 دي برضو الصراحة قليلة فهنخليها 7 بس كده حلو. عايزين نديلها بلوم، فهنيجي هنا نعمله بلوم وهنخليه 15 مثلا، 20 بس كده. هندوس ميوت نشوف الفرق، بس حلو قوي كده. هنروح نجيب ار جي بي كيرفز، ار جي بي كيرفز، اسف، ار جي بي كيرفز اهي. تعرف تزود الكونتراست حبتين بس كده. وهنيجي نعمل الفا اوفر ونوصل دي بدي ودي بدي. طيب دلوقتي مفيش حاجة ظاهرة خالص، وكده كل التأثير ظاهر كده وكده. احنا هنخليه ما بينهم بس حلو قوي كده. طيب فاكرين ان في اول المشهد خالص كانت الاضاءة ضاربة؟ تعال نرندر صورة في الاول خالص ونشوف الاضاءة تبقى عاملة ازاي. شايفين؟ ده معناه ان احنا محتاجين نقلل البلوم شوية بس كده حلو. لو عدينا بس كام فريم هنلاقي كل الكلام ده اختفى. لا ما اختفاش، فاحنا محتاجين
البلوم ده نظبطه حبتين 3 بس لحد ما دي كويسة. والإضاءة برضو ورا هنا ممكن ننزل دي شوية وبس كده. طيب دلوقتي احنا خلصنا المشهد، في تعديلات كتير نعرف نحطها، وانا بصراحة حتى الآن انا مش عارف انا هحط لكم تعديلات تانية ولا لا، ولا هقفل الفيديو على كده. أه انا مش عايز بس وقت الفيديو يطول مني، وعايزكم تكونوا بس فهمتوا الكونسبت. احنا بندردش سوا شوية بس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو انا قفلته لحد هنا يعني. وانا الفترة دي مش متاح غير كل يوم خميس وجمعة وسبت، وان شاء الله معاكم على طول كده. في الفترة دي انا هحاول استغلها فعلا لليوتيوب، حاول ان انا فعلا اساعد الناس على قد ما اقدر، انزل توتوريالز على قد ما اقدر. فسامحوني لو كانت جودة المونتاج مش احسن حاجة، لو كانت المشاريع بسيطة، ولكن صدقوني كل مشروع هيكون له هدف. اتمنى ان شاء الله تكونوا اتبسطتوا، واتمنى الفيديو يكون فاتكم وهيفيدكم ان شاء الله. اهم حاجة لو عملت البروجكت ما تنساش تعمل لي منشن في ستوري على الانستجرام وانا هشيرها لك عندي. وبجد ما تنساش اللايك والسبسكرايب، مش هقول لك لازم تعملهم بس لو انت استفدت اعمله. وشكرا ليكم يا شباب.